جدول ترتيب دوري روجن السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الثانية ومواعيد مباريات الجولة الثالثة سنتكلم عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. لكن قبل ما نبلش بتمنى منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ويلا على التفاصيل. شهدت لقاءات الجولة الثانية خسارة جميع الأندية التي لعبت على أرضها. جميع الأندية التي لعبت على أرضها تعرضت للخسارة في لقاءات الجولة الثانية باستثناء نادي الأهلي ونادي الخلود. ففي اللقاء الأول نادي الفيحاء خسر أمام الهلال بثلاث أهداف نظيفة. قدم الزعيم أداء جيد وممتاز للاعبيه وحقق 3 نقاط ثمينة من أرض الفيحاء. في اللقاء الثاني نادي الرياض خسر على أرضه أمام نادي النصر برباعية نظيفة. شهدت اللقاء تسجيل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لنادي النصر طبعا بعد عودة كريستيانو رونالدو، علما أن كريستيانو رونالدو لم يشارك في معسكرات نادي النصر السعودي الاستعدادية لهذا الموسم. في اللقاء الثالث نادي الدرعية يفوز على الحزم بهدف نظيف في أرض الحزم. النيوم يفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين أيضا في أرض الفيصلي. والاتحاد أيضا يفوز بهدف نظيف على القادسية في أرض القادسية. فوز كان صعب على نادي الاتحاد الذي لعب منقوص لاعب بعد طرد لاعبه في الشوط الأول. طبعا في اللقاء الآخر نادي الاتفاق أيضا فاز على الفتح في أرض الفتح بهدف نظيف. الخلود فاز على التعاون ب3 أهداف لهدفين. طبعا شهد اللقاء تسجيل عبد الرزاق حمد الله هدفين. عبد الرزاق حمد الله عم نشوفه عم يسجل في وقت الخسارة وفي وقت التعادل وفي وقت الفوز، وأصبح ينافس عمر السومة على لقب الهداف التاريخي لدوري روشن السعودي. طبعا في اللقاء اللي بعده الخليج تعادل سلبا مع الشباب بدون أهداف. وفي ختام لقاءات الجولة الثانية الأهلي اكتسح نادي الأبها ب4 أهداف نظيفة. شهد اللقاء تسجيل اللاعب توني 3 أهداف هاتريك. طبعا هي كانت نتائج الجولة الثانية من الدوري روشن السعودي. بعد هي نتائج نحكي الآن عن الترتيب. نادي النصر يتصدر ترتيب الدوري روشن السعودي ب6 نقاط وبفارق الأهداف عن جميع الأندية التي تتساوى معه في النقاط. المركز الثاني طبعا بتساوى به الهلال والأهلي ب6 نقاط لكن بتساووا بالأهداف. الاتفاق والنيوم أيضا 6 نقاط ويتساووا بالأهداف. المركز الثالث والسابع كان طبعا الخلود والاتحاد أيضا متشاركين ب4 نقاط ومتساويين بفارق الأهداف. المركز الثامن والتاسع القادسية والحزم ب3 نقاط. المركز العاشر نادي الدرعية ب3 نقاط. المركز 11 كان لنادي الخليج بنقطتين. المركز 12 و13 لنادي التعاون والشباب بنقطة واحدة. طبعا الآن من 14 ل 18 عندنا الأندية اللي لحد الآن ما حققت ولا نقطة. الفيصلي بدون نقاط في المركز 14، الفيحاء بدون نقاط في المركز 15، الفتح بدون نقاط في المركز 16، وأبها في المركز 17، والرياض يتزيل الترتيب بدون نقاط. طبعا هذا كان ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية لقاءات الجولة الثانية. صدارة نصراوية، الهلال والأهلي الاتفاق والنيوم أيضا يتعادلون مع نادي النصر ب6 نقاط، وبالتالي المنافسة مشتعلة على صدارة الترتيب مع بداية الموسم. طبعا الأندية اللي لحد الآن طبعا عم نشوفها متزيل الترتيب: الفيصلي، الفيحاء، الفتح، أبها ونادي الرياض. لحد الآن طبعا ما بيمتلكوا أي نقاط وعم يعانوا من بداية الدوري خسارتين لكل نادي. رح نحكي الآن عن جدول لقاءات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. رح تبلش الجولة الثالثة إن شاء الله غدا الاثنين 24 آب بلقاءين. نادي النيوم رح يستضيف نادي القادسية، وفي اللقاء الثاني نادي الاتحاد رح يواجه نادي الحزم في أرض الاتحاد. يوم الثلاثاء إن شاء الله 25 آب عندنا 4 لقاءات. اللقاء الأول أبها يستضيف الخليج، اللقاء الثاني التعاون يستضيف الفيحاء، اللقاء الثالث الاتفاق يستضيف النصر، وفي اللقاء الرابع الشباب يستضيف الرياض. يوم الأربعاء إن شاء الله عندنا لقاءين: نادي الفيصلي رح يستضيف نادي الفتح، ونادي الدرعية رح يستضيف نادي الخلود. طبعا ختام مواجهة الجولة الثالثة إن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء 1 أيلول في قمة لقاءات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. نادي الهلال يستضيف نادي الأهلي في قمة واعدة ومرتقبة. الناديين طبعا عندهم 6 نقاط، فوزين لكل نادي، وبالتالي لقاء مهم جدا للناديين وحيكون قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. طبعا هذا كان نتائج مباريات الجولة الثانية، ترتيب دوري روشن السعودي، وجدول لقاءات الجولة الثالثة. في الختام بتمنى منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وكتابة توقعاتكم من سيحسم قمة هذه الجولة بين الهلال والأهلي بعيدا عن العاطفة، والله يعطيكم العافية.